السلام عليكم، ازيكم؟ اهلا بيكم في ليل الحجاب، والنهارده هنتكلم عن المانع السادس للحجاب. هتحجم ان شاء الله لما ربنا يهديني. اشمعنى دي؟ بجد هموت واعرف اشمعنى دي. ليه بناخد بالاسباب في كل حاجه في الدنيا، ونيجي عند الدين ما بناخدش بالاسباب بتاعته؟ تخيلوا واحد قاعد مع واحد بيقول له يا اخي والله نفسي في الولد، ربنا كده يرزقني بولد ويبقى عندي عزوه ولاد كده واكبرهم واربيهم ويدخلوا مدارس وجامعات، والتاني يقول له يا اخي والله ربنا يرزقك ويوسع عليك يا رب. هو انت متجوز اصلا؟ قال له انا مش متجوز. قال له طب ازاي طيب؟ قال له يا اخي ان شاء الله ربنا هيرزقني، مش لازم اتجوز يعني، في ايه؟ فالتاني هيشوفه ايه؟ هيشوفه مجنون طبعا، ايه اللي انت بتقوله ده؟ او احنا بالظبط بنعمل كده. منطقي اللي حصل ده؟ اهو اللي انت قلتيه ده برضه مش منطقي، زي ما ده بالظبط مش منطقي. كل حاجه في الدنيا لازم عشان نوصل لها ناخد بالاسباب، والهدايه برضه عشان نوصل لها وربنا يهدينا لازم ناخد بالاسباب. اصل الهدايه دي مش وحي ينزل علينا واحنا قاعدين، لا، خطوه الهدايه الاولى منك. يقول الله تعالى في سوره محمد: والذين اهتدوا زادهم هدى. الذين اهتدوا رقم واحد، أول خطوة من عندهم، ساعتها ربنا يزيدهم هدى. وفي آية تانية: ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. اهتدوا رقم واحد، ربنا زادهم هدى رقم اتنين. ويقول الله: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. ما قالش العكس. ليه ما قالش العكس؟ علشان لازم ناخد بالأسباب. مش ربنا يهدينا الأول وبعد كده بقى نجاهد ونمشي في الطريق، لا العكس. وبعدين في حاجة اسمها الهداية العامة، وربنا هدانا الهداية العامة دي. خلقنا وأنزل لنا كتب وأرسل لنا رسل، وخلقنا في أحسن تقويم، وعرفنا الصح من الغلط، وعمل سبحانه وتعالى كل حاجة. زي ما سيدنا موسى وهو بيقول لفرعون: قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. ودي الهداية العامة. والهداية العامة دي هداية إرشاد، ربنا سبحانه وتعالى بيعرفنا الصح من الغلط. انت بقى عايزة هداية التوفيق والسداد، لازم تمشي في الطريق الأول. فاللي عايز أقوله لك، الخطوة الجاية عليكي انت، ما تستنيش حاجة. لو عايزة ربنا يحببك في الحجاب الصحيح وتلبسيه ويكون سهل عليكي وجميل، لازم اول خطوه انك تلبسيه اصلا. اروا الله من انفسكم خيرا، وساعتها بس ربنا هيهديكي وهيطمئنك وهيحببك في الحجاب، وان شاء الله يثبتك بالدعاء وبالصبر، باذن الله يثبتك عليه وهيحببك فيه. فالخلاصه، مفيش وحي هينزل عليكي، بل الدور الجاي عليكي انت. بس كده. لو عندك اي سؤال سيبيه تحت في الكومنتات وان شاء الله هرد عليكي، او لو عندك سؤال خاص مش عام سيبي برضه كومنت عندي سؤال، وحد من فريقنا تتواصل معاكي وتوصل ليا سؤالك. ولو عايزه تخشي سبورت جروب او جروب دعم على تليجرام فيه البنات المحجبه جديد، وهتشاركك مشوارك في الحجاب وتساعدك ان شاء الله، فسيبي برضه كومنت وهندخلك فيه. بس كده، ما تنسوش تعملوا سبسكرايب لو بتتفرجوا على يوتيوب، لايك على فيسبوك، وفولو على انستجرام، وما تنسوش تعملوا شير عشان الكل يستفيد. واشوفكم ان شاء الله في المانع السابع للحجاب. سلام.